الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. اشتغالاتي في الشأن العام متنوعة، منها ما هو أدبي ثقافي ومنها ما هو سياسي تحليلي. في الحيز الثقافي دأبي تحريك الأسئلة أكثر من إعطاء الأجوبة، لكن في الحيز السياسي أحاول قدر المستطاع تقديم رؤية تحليلية تنطوي على بعض الأسئلة وبعض الإجابات وبعض الإشارات، وصولا إلى اجتراح حلول للمشاكل العالقة في سوريا والمنطقة. وكذلك لمن يعرفني ومن لا يعرفني، أحاول قدر استطاعتي أن أشكك بالسردية الرسمية، يعني السردية الرسمية غالبا ما تنطوي على الكثير من الدجل والمبالغة والتلفيق، جريا وراء مصالح معينة، وبالتالي أجد نفسي بالضد من السردية الرسمية للنظام السوري السابق وللنظام السوري الحالي، نظام أبو محمد الجولاني. ولدي القدرة يعني على الفصل ما بين سوريا الدولة، سوريا الوطن، والنظام السوري الانتقالي المؤقت الذي يرأسه أبو محمد الجولاني. بإمكاني الفصل بينهما، لكن دائما أنصار وشبيحة ومتسولي هذا النظام، نظام أبو محمد الجولاني، دائما يخلطون ما بين الاثنين. يعني إن جرى انتقاد هذا النظام يصار إلى تصدير الأمر وتفسيره وظلما وزورا وبهتانا على أنه خيانة وضد الدولة وضد سوريا ولا يريد مصلحة سوريا. نفس المستوى من الرفض موجود لدى سلطة قسد عندما أقدم رأيا نقديا أحاول فيه إبراز موقفي من سلوكيات وممارسات قسد على الصعيد السياسي والعقائدي والإداري. دائما هنالك من يبرز ويرد ليس الحجة بالحجة بل الحجة بالشتيمة، الفكرة بالشتيمة، الموقف المتوازن الموضوعي بالتهديدات والشتائم. يعني والموقف النقدي هكذا يعني سيلقى الرفض من الطرفين، من نظام الجولاني ومن سلطة قسد، إدارة قسد الموجودة حاليا في شرق الفرات. هنالك خطاب كراهية فظيع وتراشق على السوشيال ميديا وتراشق على على المستوى السياسي والإعلامي أيضا. نبرة التخوين والتراشق وخطاب الكراهية موجودة في خطاب نظام الجولاني بنسبة أعلى وأكبر، يعني لا يمكن أن نساوي بين الطرفين. يعني النظام الجولاني يحتكر الفضاء العام، المؤسسات العامة للدولة، الإعلام العام والموازي التابع لنظام الجولاني، وهنالك صرف على هذا الإعلام، شراء ذمم. يعني هنالك سعي حثيث ومستميت من سلطة الجولاني لتسجيل نقاط ضد قسد إعلاميا جماهيريا تحشيديا، لكن على المستوى الآخر خلف الأبواب المغلقة هنالك كلام آخر لا يراد لجمهور نظام الجولاني الاطلاع عليه. يعني أمام الشاشات نمور وأسود، لكن خلف الأبواب المغلقة قطط وفئران مذعورة لكي
يتمسكنون حتى يتمكنون من يعني حجز مواقع، وقضية كلها بحث مستميت عن الشرعية. يعني نظام الجولاني حتى هذه اللحظة، منذ لحظة سقوط ال النظام السابق، نظام بشار الأسد، وهو مستميت بحثًا عن الشرعية بصرف خليجي، يعني مش من كيسه، من كيس القطريين، السعوديين، بطريقة أو بأخرى على حد تعبير حمزة مصطفى. هذا النظام يبحث عن الشرعية، الشرعية العربية، الشرعية الإقليمية، والشرعية الدولية، وخطى بعض الخطوات في هذا الاتجاه لكي يكتسب جزءًا من شرعية قسد. قسد منذ تشكل التحالف الدولي المناهض للإرهاب كيان شرعي، كيان شرعي، وقلتها وأكرر: قسد جيش بدون دولة، جيش بدون دولة من حيث القوة والعدد والعتاد والخبرات، كل هذه التفاصيل، بينما نظام الجولاني دولة مهزوزة بدون جيش، يعني دولة معترف فيها بأنه عضو في الجامعة العربية، و عضو في هيئة الأمم المتحدة، وهذه ليست إنجازات الجولاني طبعًا، يعني بأثر رجعي. يعني الاستقلال السوري واتفاقية عام 1900 واتفاقية الجلاء 1936 لم يكن الجولاني طرفًا فيها يعني وقت ذاك، لا هو ولا أبوه ولا جده ولا اللي يعني اللي له علاقة بالجولاني. مقصدي من هذا الكلام دائمًا الموقف النقدي أو إعطاء صورة مختلفة عن السردية الرسمية، عن الرواية الرسمية للأحداث، يلقى هجومًا تعسفيًا من قبل أنصار الجولاني، والهجمات على هوشنغ وسيل لم تتوقف ولن تتوقف. أنا أطلقت استطلاع على صفحتي على حسابي في الفيسبوك إنه آآ ما يُشاع ويروج له في إعلام الجولاني ووصف قسد بأنها قوة احتلال أو سلطة احتلال. طيب تعالوا نناقش الأمر بهدوء، يعني أيهما سلطة احتلال؟ النظام الجولاني أم قسد؟ أطلقت هذا السؤال، هذا الاستطلاع، و يعني النتيجة المبدئية للحظة تسجيل هذا الفيديو كانت هذه. النتيجة المبدئية في حدود يعني 90 إلى 89% يقولون إنه نظام الجولاني قوة احتلال، وأنا أميل إلى هذا الرأي رغم أنا صاحب السؤال وطارح السؤال. نعم، أنا منسجم مع هذا الأمر ولي حججي، وسأقولها الآن لكم لماذا. يعني قسد ليست قوة احتلال، والأقرب إلى أن يمكن اعتبارها قلت يعني قوة أو سلطة احتلال هو نظام الجولاني. عمومًا يعني هل هذا التوصيف يعني يُثار إلى ضخه في إعلام الجولاني، والجمهور يمُج ويلوك هذا الوصف، قصد قوة احتلال، يمُجّون ويلوكون ويشترون هذا التوصيف الذي لا يستند على أرضية قانونية وأرضية واقعية ومنطقية وأخلاقية أيضًا. لكن نظهر ونرى على إعلام الجولاني باحثين وصحفيين ومحللين لا يضعون أيديهم على ضمائرهم العلمية والثقافية، ويطلقون هكذا توصيفات كيفما اتفق دون سند وبرهان، ويعني برهان يُعتَدّ به، يعني هكذا جريًا على ما
تمليه سلطة ونظام الجولاني، أنه ينبغي التركيز على هذا التوصيف. هذا المصطلح يضخ في الإعلام، تتلقفه الحشود، تكرره بجهالة وببغائية ريثما يستقر في الأذهان، لكن عندما تأتيهم بسند وبرهان يبدد سرديتهم ويطعنها ويكشف مدى هزالها بالمنطق والحجة. طبعا الناس عدوة ما تجهل، يبدأون بالهجوم والشتم واللعن والسباب وقسدي وقنديلي وبويجي وكل ما يخطر في بالكم من شتائم مقذعة مقرفة بشعة تعبر عن كنه وحقيقة نظام الجولاني. نعم، سلطة قسد، إدارة قسد، شأنها شأن سلطة أبو محمد الجولاني، هي سلطة أمر واقع، لكنها تختلف عن سلطة الجولاني. ذكرت تفصيل أنه سلطة قسد ولدت وهي نصف شرعية، بعدين اكتسبت الشرعية وصارت جزءا أصيلا من التحالف الدولي المناهض للإرهاب. والآن نظام الجولاني، الدولة السورية في ظل الحكومة الانتقالية المؤقتة، تسعى لأن تتبوأ موقعها إلى جانب قسد في التحالف الدولي المناهض للإرهاب، وليس شارطا أن حذف أو إزالة قسد من هذا التحالف الدولي لأنه والله النظام الجولاني أصبح عضوا. لا، الموضوع يعني هذه لا تلغي تلك. وأعتقد أنه الجولاني كمان لم يشترط هذا الأمر، أنه طالما نحن كدولة أصبحنا عضوا في التحالف الدولي لمناهضة الإرهاب، فينبغي إزالة أو شطب قسد من هذا التحالف. والأمريكيين لن يرضوا بذلك ريثما تستقر سوريا وتصبح بلدا آمنا مستقرا ومحترما. يعني إذا هنالك اختلاف يعني بين إدارة قسد وإدارة الجولاني، ولا ينطبق على قسد وصف الاحتلال للأسباب التالية. أولا، تعريف الاحتلال طبقا لقاموس المصطلحات السياسية والعسكرية، هذا التعريف لا ينطبق على قسد. يعني قسد ليست قوى أجنبية آتية من الخارج وغزت سوريا وسيطرت على الأراضي السورية مثل ما فعلت تركيا، مثل ما فعلت إسرائيل. هذا التوصيف لا ينطبق على قسد، بينما ينطبق على القوى السورية التي ساندت وساعدت وسهلت ودعمت هذا الغزو. يعني النظام السوري الحالي لم يضبط حتى الآن متلبسا بالجرم المشهود أنه ساعد النظام الإسرائيلي أو الكيان الإسرائيلي لتوسيع مساحة الاحتلال داخل الأراضي السورية. لكن هذا النظام، نظام الجولاني، شريك أصيل في دعم الاحتلال التركي للأراضي السورية، ويعني شريك الاحتلال احتلال. إذن توصيف الاحتلال هنا يعني كقوى سورية محلية داعمة للاحتلال التركي كمرتزقة سابقا وحاليا ينطبق على نظام الجولاني. حتى الآن لم تصدر لا من وزارة الدفاع، لا من الرئاسة الجمهورية، لا من وزارة الداخلية، لا من وزارة الخارجية أي تصريح يطالب الأتراك بالانسحاب من الأراضي السورية. طالبوا الإسرائيليين لكن لا يطالبون الأتراك. دولة
نظام انتقالي مؤقت تمثل سوريا، لا تطالب دولة احتلال، لا تطالب الجيش التركي بالانسحاب من الأراضي السورية. ماذا يمكن أن نسميها؟ أترك الإجابة لكم. عطفا على ما سلف، سلطة الجولاني التي كانت منبوذة ومكروهة ومرفوضة من جل السوريين داخل إدلب وخارجها، باعتبارها إدارة وسلطة وجماعة تكفيرية إرهابية، أنا أقصد جبهة النصرة وهي تحرير الشام، يعني باعتبارها جماعة بالضد من الثورة السورية، وأصلا رفعت العلم السوري مؤخرا، يعني علم الاستقلال السوري، وضد أهداف الثورة السورية، وكانوا يصفونها داخل إدلب على أنها إدارة احتلال وسلطة احتلال. بعد سقوط نظام الأسد من غير المعقول ومن غير الطبيعي ومن غير الأخلاقي ومن غير المنطقي والعقلاني، هذه السلطة التي كانت مكروهة ومنبوذة وممقوتة ومرفوضة بهذا القدر تتحول فجأة إلى سلطة يتم يعني مدحها وقبولها وشرعيتها على أنها سلطة وطنية. يعني مش معقول هذا الكلام، مش منطقي، مش أخلاقي هذا التعامل. أحد أمرين لا ثالث لهما: إما الذين كانوا يمقتون ويكرهون ويبغضون وينتقدون ويشتمون سلطة الجولاني قبل سقوط نظام بشار الأسد، إما هؤلاء كانوا محض كذابين دجالين مفترين على سلطة الجولاني وقت ذاك، أو إما هم الآن بمدائحهم يعني طلع البدر علينا التي يقولونها في حق أبو محمد الجولاني، إذا طلع من الحمام، إذا طلع من التواليت، إذا طلع من البيت الأبيض ولا من البيت الأسود، من الباب الخلفي ولا من الباب الأمامي، صاروا يعني يقولون فيه ما قالته يثرب في حق النبي، حاشا لله. يعني إما هؤلاء الآن محض كذابين ودجالين ومنافقين وأفاقين، لأنهم يعني الجولاني هو الجولاني، ما الذي تغير في الجولاني؟ يعني لبس جرافي؟ يعني الموضوع هل كان يتعلق الأمر بزيه وبهندامه وبشوية كلام حتى يغير هؤلاء من مذماتهم وشتائمهم ويحولونها إلى مدائح؟ يعني ما الذي تغير؟ يعني أحد أمرين: إما هؤلاء وقت ذاك كانوا كذابين ودجالين، وإما هم الآن كذابون ودجالون. يعني حتى ينطبق الأمر على الجولاني. جولاني قبل سقوط نظام بشار الأسد إما كان صادقا والناس الكل افتروا عليه، وأما هو الآن يعني كذاب كبير ودجال كبير، وكل هذه الانتقادات التي تكال له هي محض افتراء. يعني ما بيصير واحد من اثنين كذاب: يا إما أبو محمد الجولاني كذاب أو أحمد الشرع كذاب، يا إما كل هؤلاء الذين يمدحون الجولاني الآن على الشاشات وعلى والمنابر وسابقا كانوا يشتمونه. أحد أمرين، يعني ما بيصير إنه اثنيناتهم صادقين. يعني كلا الموقفين صادق وسوي ومحترم، لا، واحد منهم فينا نختار واحد منهم. يعني ولذلك أنا في الاستفتاء سؤال الاستفتاء اللي طرحته على صفحتي اخترت إجابتين، يعني يا هاد يا ذاك، ما في يعني منزلة بين المنزلتين، لا، إما هي قوة احتلال إما هي قوة احتلال. يعني هذا كان مقصد.
لا يحق لنظام الجولاني أن يتهم قسد بأنها قوة احتلال. داعش وحدها، تنظيم داعش الإرهابي وحده بإمكانه أن يصف قسد بأنها قوة احتلال، لأن محافظتي الرقة ودير الزور والقليل من ريف الحسكة كانت ضمن دولة داعش المزعومة، دولة الخلافة، وحررتها قسد وطردت داعش منها. وبالتالي هذه الأراضي، السلطة المزعومة، سلطة داعش، سلطة دولة الاحتلال أو دولة الخلافة، بإمكانها أن تقول عن قسد بأنه يعني قوة احتلال أتت بالإكراه، بالسلاح، بالعنف. لكن نظام يعني فخامة العتريس أبو محمد الجولاني لا يحق له أن يصف قسد بقوة الاحتلال، لأنه هذه الأغراضي لم تكن خاضعة لسلطة الجولاني، لإمارة الجولاني في إدلب، لم تكن خاضعة يعني حتى يصفها بأنها قوة احتلال. وقسد أخذت هذه الأراضي من الجولاني، من نظام الجولاني، بالعنف والإكراه والغصب. يعني داعش، نعم، داعش يمكنها، لأنها كانت مناطق نفوذ وسلطة وإدارة دولة داعش المزعومة، دولة داعش الإرهابية، وسقطت على إيد مين؟ على إيد قسد. وبالتالي قولا واحدا يعني نظام الجولاني لا يحق له، لا هو ولا أعلامه ولا لقليقه، أن يصفوا قسد بأنها قوة احتلال. إنه هاي الأرض أنتم أصلا ما كنتم موجودين فيها، وأنتم أصلا لم تدافعوا. يعني هبت هبت ولبت لبت. داعش لما كانت يعني سكاكينها وصواطيرها تنحر أهل الرقة والدير الزور جيئة وذهابا، أبو محمد الجولاني كان يشاهد يعني، وكان على مرمى حجر من داعش ولم يحرك ساكنا وقت ذاك. هبت هبت ولبت لبت ما شفناها في تلك الأيام العصيبة التي عاشتها دير الزور والرقة. وبالتالي أي واحد من إعلام الجولاني، باحثين، صحفيين، مثقفين، شو ما بتكون، يعني ناس عاديين، يطلع ويقول قصد قوة احتلال، قل له بالفم الملآن اخرس خالص. هذه الأرض لم تحررها قسد من نظام الجولاني حتى يأتي الجولاني ويقول والله قوة احتلال وما بعرف شو وسلطة احتلال. سبب ثالث أعتبره وجيها لنفي صفة الاحتلال عن قوات سوريا الديمقراطية هو النظام الجولاني نفسه. وقع اتفاقا مع هذه القوى التي يقول عنها إعلامه بأنها قوة احتلال. يعني كيف لنظام يحترم نفسه وبيشوف حاله شرعي، شرعية ثورية وما بعرف شو من الأكاذيب، وبيروح يوقع اتفاق يطالب هذه قوة الاحتلال هذه بالاندماج في النظام. وهذا النظام طبعا نظام الجولاني نظام غير شرعي، نظام غير شرعي، غير منتخب، نظام أمر واقع. ومش بس هيك، نظام متورط بارتكاب جرائم حرب ضد العلويين، ضد الدروز، وضد يعني مكونات الشعب السوري. يعني قسد كرم أخلاق من قسد، وأنا لست مع قسد في هذا الأمر، كرم أخلاق ووطنية من قسد أنها تريد تسليم هذه المناطق، الرقة ودير الزور والحسكة، إلى نظام الجولاني. مقصدي كيف لنظام
يحترم نفسه أن يبرم اتفاق اندماج وشراكة مع جهة إعلامه يقول عن هذه الجهة بأنها قوة احتلال. يعني مجنون يحكي وعاقل يسمع. هذا أيضا سبب يطعن سردية الجولاني وأعلام الجولاني من يعني نص وروح هذا الاتفاق المبرم ما بين الطرفين. نقطة أخرى وهي الرابعة التي تدعم وجهة نظري أن نظام الجولاني أقرب إلى أن يكون سلطة احتلال لسوريا والسوريين من إدارة قوات سوريا الديمقراطية. قصد لماذا نظام الجولاني يتعاون مع النظام الاحتلال التركي للأراضي السورية ويتفاوض معها ويطلب الدعم من دولة محتلة لسوريا، يتفاوض مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الاحتلال التركي ليس لاسترداد الأراضي السورية المحتلة من الدولتين جنوبا وشمالا، بل لكي يثبت نظام أو يثبت نظام الجولاني حكمه على سوريا، يتعاون مع دولتين تحتلان قرابة ثلث أو 40% من الأراضي السورية. ونظام الجولاني يستقوي بإسرائيل ومفاوضاته مع إسرائيل ضد الدروز، ويستقوي بتعاونه وعمالته للنظام التركي ضد قسد والكرد ومكونات شرق الفرات. يعني هذا النظام ليس فقط يعني يتعاون مع دولتي احتلال ضد مكونات الشعب السوري، هاتين الدولتين ومعطوف عليهما يعني الروس يحاول فتح قنوات مع الروس ويستقوي بالروس ضد المكون العلوي. وكل هذه التفاصيل نظام هاجسه وهوسه السلطة والحفاظ على السلطة بأي طريقة كانت. كل هذا الكلام الذي يقال ويروج ويضخ عن الوطنية والسيادة والدولة والقصص كله كذب بكذب. يعني هذا النظام ينبغي أن يدرس لجهة فلسفة الطوبزة، يعني الطوبزيزم أو الطوبيزم أو يعني شيء من هذا القبيل. نموذج النظام الجولاني يطوبز للتركي، يطوبز للأمريكي، يطوبز للخليجي، يطوبز فقط لكي يحافظ على المكتسبات التي حققها فلتذهب مكونات الشعب السوري إلى الجحيم. يعني قريبا سترون الطوبزة على الجبهة الإيرانية أيضا. هذا النظام يعني هو أقرب إلى نظام فيشي المتعاون مع النازيين الذين احتلوا فرنسا. الأنظمة العميلة للنظام النازي في البلدان التي كانت تسقط تحت الاحتلال النازي في أوروبا، سقط الاحتلال النازي وسقطت معه كل تلك الأنظمة العميلة في فرنسا وفي بلجيكا في كل البلدان. يعني كل المناطق التي سيطرت عليها الدولة النازية، ألمانيا النازية، كان هنالك حكومة عميلة لهتلر. سقط هتلر وبيادقه والأنظمة العميلة له كلهم سقطوا ورحلوا معه تباعا. يعني ونظام الجولاني حاليا يعني لا يتبع فقط نظاما واحدا، لا، يعني يا ريته طوبس بس للتركي
يعني قلنا فيها ما فيها، دولة جارة إسلامية سنة دعمت السوريين، 3 مليون 4 مليون لاجئ سوري، ومن هالقصص ومن هاي السردية. لا، هو يطوبز للروسي، للإسرائيلي، للأمريكي، ما عنده جنس الحياة. يدخل البيت الأبيض من الباب الخلفي، ياخذ له قنينة عطر، جنس الذوق والحياة ما في. بتروح تعطي آثار سورية، نسخ أصلية لآثار سورية لواحد ما بيعرف شو يعني شو ما بيعرف شو التاريخ، بس بيعرف شو الاقتصاد، وواحد مثل ترامب خذ له شيء صدفية مزهرية من دمشق، نسخة مقلدة، شغلة يعني أنتيك من السوق الحميدية أو سوق الخجا أو أي شيء، تروح تعطيه أختام تاريخية عمرها آلاف السنوات. يا ظالم، يا حرامي. آثار وتراث الدولة السورية هكذا، هي أنت جايبة من وارثها عن أبوك. يعني هي ملك عام، ملك الشعب، لا ينبغي أن تتصرف بها بهكذا سلوك. ينبغي يعني رفع دعوة على الجولاني، كيف يتصرف بآثار سورية ويعطيها لترامب، وترامب بيبخخه ويعطيه عطر ب 250 دولار. يعني هذا نظام وطني؟ هذا يعني حتى أدنى من سلطة الاحتلال أيضا، أدنى من نظام احتلال. يعني نظام الاحتلال ما هيك بيساوي. يعني على حد علمي، وأعتقد أنه هذا الرأي يعني قريب من الصواب، قسد لم تستخدم علاقاتها الدولية، لم تحشد ضد نظام الجولاني على الصعيد الدولي، وبإمكانها أن تفعل ذلك. طالع مسيرات، طالع مظاهرات، تعمل اعتصامات، بإمكانها أن يعني تفعل هذا الأمر على الأراضي الأوروبية وفي أمريكا أيضا. يعني بينما نظام الجولاني أي شباك، أي طاقة، أي فتحة، أي بخش، أي شغلة بيشوفها هيك بإمكانه التسرب منها، بيحاول يقلب الأنظمة الأوروبية والأمريكيين ضد قسد. وهذا هو الهاجس، إنه المغانم الموجودة الآن، يعني ما نفع السيطرة على حلب أو على دمشق وإدلب طالما البترول والنفط والقمح والقطن وكل هالتفاصيل تحت سلطة وإدارة قسد. يعني تعامل نظام الجولاني مع منطقة شرق الفرات نفس تعامله مع آثار سوريا. يعني راح أخذ هذه الآثار وأهداها للأمريكي فقط لكي يرضي الأمريكي، وسقفه يعني كان قنينة عطر. طبعا اللقاء من الباب الخلفي كمان يعني كان مصروف عليه، الفواتير ستظهر لاحقا. يعني قديش صرفت قطر والسعودية حتى تؤمن له هكذا لقاء من الباب الخلفي. ولحين دخوله البيت الأبيض من الباب الأمامي، يعني لا أعلم حجم التنازلات التي سيقدمها نظام الجولاني لإدارة آه، ترامب. هذا أيضا سؤال متروك برسم الأيام القادمة. أصدقائي الأعزاء، نظام الجولاني لم يصرف قرشا واحدا على تسليح وتدريب قسد حتى يطالب بأن تسلم قسد كامل أسلحتها ومقاتليها وتندمج مع نظامه، من دون أن يغير هذا النظام شيئا من نفسه يعني ومن عقليته ومن سلوكه، ويعترف بمكونات الشعب السوري، ويعترف بجرائمه وأخطائه، ويحاسب القتلة والجنات المنضوين في هذا النظام. ذلك أن قاتل المناضلة الكردية الشهيدة هارفين خلف
ورفاق هرفين خلف. من غير المعقول والأخلاقي أن يكونوا ضمن كيان واحد. من غير المعقول والأخلاقي أن يكون محتلي والذين عفشوا وفظعوا في عفرين الجريحة من ميليشيات بولات وأبو عمشة ومرتزقة الاحتلال التركي أن يكونوا أيضا مع أبناء عفرين الموجودين في قوات سوريا الديمقراطية ضمن كيان اسمه وزارة الدفاع السورية. يعني وزارة الدفاع السورية ينبغي أن تتغير. عقيدة هذا النظام، فلسفة هذا النظام، سياسة هذا النظام وكراهيته للتنوع الثقافي والديني والإثني في سوريا ينبغي أن تتغير. استماتته في الدفاع عن مركزية الدولة ذات المنشأ البعثي القومي الديني العفلقي ينبغي أن تتغير. الدولة الإسلامية على زمن الخلافة الراشدة لم تكن مركزية، على زمن الخلافة الأموية لم تكن مركزية، على زمن الخلافة العباسية، حتى على زمن الخلافة العثمانية لم تكن مركزية. أصلا النشطاء وقادة الفكر والرأي العرب الشهداء الأصلاء بماذا كانوا يطالبون النظام العثماني؟ كانوا يطالبون يعني بالقليل من اللامركزية، بإنصاف الهوية العربية، الثقافة العربية، اللغة العربية، المناطق العربية. الآن نظام الجولاني تماما مثل جماعة الاتحاد والترقي، تماما مثل القتلة، وهم لم يكونوا عثمانيين يعني أقحاح، كانوا جماعة الاتحاد والترقي الذين أطاحوا بالسلطنة العثمانية. الآن نظام الجولاني وجلاوزته والمحيطين به تماما يعبرون عن جمال باشا السفاح بسلوكياتهم، ببطشهم ضد الدروز، ضد العلويين، ضد الكرد، ضد السوريين. يمثلون نسخة معاصرة لنظام جمال باشا السفاح الحاكم في سوريا. هذا أقل ما يقال. نحن سمينا جمال باشا السفاح بجمال باشا السفاح، ويستحق هذا الاسم لأنه أعدم عشرات النشطاء العرب المثقفين العرب الأصلاء والأقحاح المخلصين لسوريا، المخلصين للهوية العربية والثقافة العربية. نظام الجولاني أعدم أكثر من 2000 شخص، قتل أكثر من 2000 شخص في الساحل السوري، وقتل أكثر من 1500 شخص في السويداء، وقتل أكثر من عشرات الآلاف السوريين على الأراضي السورية من كل المكونات. فإذا يعني إذا وضعنا جمال باشا السفاح في كفة ميزان والجولاني في الكفة الأخرى، كفة الجولاني ترجح، كفة الجولاني ترجح لجهة الفظاعة، الجرائم، المذابح، بينما يعني جمال باشا السفاح نقطة في بحر جرائم وفظائع نظام الجولاني. ما يطالب به الآن النخب السورية الموالية أو الداعمة لقسد أو لداعمة لحراك السويداء أو للحراك في الساحل السوري، نفسها المطالب التي طالبت بها النخب العربية الأصيلة من جمال باشا السفاح ونظامه القمعي الإرهابي الذي أباد السريان والمسيحيين والأرمن والأكراد وحتى العرب أيضا. أصدقائي صديقاتي الأعزاء والعزيزات، نعم، استلمت القوات الكردية، القوات العسكرية الكردية، وحدات حماية الشعب التي تحولت لاحقا إلى قوات سوريا الديمقراطية، استلمت إدارة المناطق الحدودية، المناطق الكردية ذات الغالبية الكردية في الشمال السوري، استلمتها من النظام السوري. هذا صحيح لا خلاف عليه، أنا أقر لكم بذلك. لكن من الافتراء والجهل والغباء
توسيع البيكار، توسيع المنطقة، أنه وماذا عن الرقة ودير الزور وريف الحسكة ومناطق أخرى؟ هل استلمتها قسد من النظام السوري؟ طبعا لا. هل استلمتها من داعش؟ طبعا لا. استلمتها من جبهة النصرة؟ بكل تأكيد لا. حررتها قسد بالدم، رسمت حدودها بالدم، حدود إقليم مناطق شرق الفرات. قوات سوريا الديمقراطية منذ أن تشكل التحالف الدولي لمناهضة الإرهاب معترف بها، معترف بشرعيتها، وهي محل احترام ودعم المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة، وكانت تحظى بدعم السعودية والإمارات ومصر، بينما قطر وتركيا حافظت على دعمها لبقية الفصائل السوركية مرتزقة تركيا. وحاربت قسد، قطر وتركيا حاربت قسد ماديا ومعنويا وسياسيا وإعلاميا أقصد، يعني بينما نظام الجولاني منذ سقوط الأسد وهو حتى هذه اللحظة يبحث عن الشرعية المفقودة. هذه الشرعية التي يبحث عنها، يعني وعمليات السعي والاجتماعات ودخل من البيت الخلفي ومن البيت ما بعرف شو وأخذ له بختين عطر، كل هذه المساعي والمحاولات وشركة العلاقات العامة والإعلام هذه مدفوعة الثمن. هذه يعني فواتيرها موجودة عند القطريين والسعوديين، يعني حتى حصوله على جزء من الشرعية نظام الجولاني هي بفلوس الآخرين، بينما قسد حصلت على الشرعية بالدم. نعم هنالك انتهاكات، هنالك خروقات بحق الكرد بحق العرب، نعم هذا لا أحد منصف وذو عقل ومنطق وأخلاق يمكنه أن ينفي ذلك. لكن شرعية قسد كانت وما زالت سابقة على شرعية نظام الجولاني عندما كان يحكم إدلب وعندما صار يحكم دمشق وحلب وإدلب واتسعت دائرته. الآن هذا نظام مشكوك في شرعيته، لا هو يحكم الساحل السوري 100%، لا يحكم السويداء، لا يحكم درعا، ولا يحكم مناطق شرق الفرات حتى هذه اللحظة، ويتحدثون عن الشرعية. أي شرعية؟ شرعية إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ هو أصلا أنت عارف معنى الشرعية إيه؟ في تقديري سلوكيات وسياسات نظام الجولاني وتعامله مع قوى الاحتلال فقط لتثبيت أركان حكمه حتى هذه اللحظة هي أقرب إلى سلوكيات ميليشيات أنطوان لحد. واللي مش عارف أنطوان لحد وميليشياته ونشأة هذه الميليشيات بإمكانه يعمل شوية سيرش، مع اختلاف يعني أنطوان لحد العميل والتابع للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، مع يعني اختلاف مع نظام الجولاني، وربما يعني لجهة الجرائم التي اقترفها أنطوان لحد في حق اللبنانيين. أيضا إذا وضعناه في ميزان الجرائم، ميزان الإجرام، وقارناه بنظام الجولاني، ربما يعني أنطوان لحد أيضا يطلع نقطة في بحر جرائم الجولاني. إذن ما ينطبق على الجولاني سلطة احتلال يتعامل مع أهل السويداء وكأنه نظام يحتل سوريا، يتعامل مع أهل الساحل وكأنه نظام يحتل سوريا، ينظر إلى مكونات الشعب السوري وإلى الكرد وكأنه هذا النظام مش يعني نظام كل السوريين، لا، نظام دولة احتلال بده يقمع هذه المكونات شلو ما كان، وكأنه هذه الأرض اللي اسمها
سوريا ببشرها وشجرها وحجرها مطوبة باسم الجولاني وجماعة الجولاني وطائفة الجولاني وشلة الجولاني. هكذا يتعامل نظام الجولاني مع هذه المكونات، مع سوريا أرضا وشعبا. إذن هنا من الإنصاف، يعني أنا في رأيي وتقديري، صفة الاحتلال مثل ما كانت تنطبق على بشار الأسد الاحتلال الداخلي، وكنا نسميه وقت ذاك نظام احتلال، الآن الجولاني لا يقل بشاعة وشناعة ووقاحة من نظام بشار الأسد. وصف الاحتلال ينطبق عليه أكثر بكثير مما ينطبق على قوات سوريا الديمقراطية. قسد، أنا لا أقول أنه قسد ملاك، لا أقول، أنا قارنت الجولاني بجمال باشا السفاح، قارنت الجولاني بأنطوان لحت، وأقارن الجولاني بقوات سوريا الديمقراطية. الانتهاكات التي اقترفتها قوات سوريا الديمقراطية في الدير، في الرقة، في الحسكة، في درباسية، نقطة في بحر، في محيط الانتهاكات والمجازر والفظائع التي اقترفها نظام الجولاني. يعني وبالتالي رأيي أن نظام الجولاني يمثل قوة احتلال داخلي متعاملة بشكل بشع ووقح مع احتلال أجنبي إسرائيلي وتركي تحتل الأراضي السورية. إذن فاقد الشيء لا يعطيه. لا يجي واحد مثل من أنصار الجولاني يحكي عن السيادة ويحكي عن الوطنية وهو متمرغ في مستنقع الارتزاق مع الاحتلال التركي ومع الاحتلال الإسرائيلي. ويعلم الله يعني ماذا سيدفع للاحتلال أو للقوى الأخرى، يعني للقوى الروسية والإيرانية لاحقا، لكي يثبت نظامه وحكمه على صدور السوريين من دون أن يغير من نفسه شيئا. أكتفي بهذا القدر. دمتم بألف خير.